وصلنا البارحة آخر مرة طلع انتبه رائد انتبه، اكو سيارة قدامنا، مو طسات قدامنا، لا سيارة. اوكي، فالبارت الثاني مالتها العياط ترس السيارة، هم طلعوا من الحفلة العرس، فرائد جاي يدعمهم، العياط ترس السيارة، وامي ومرت خالي يعيطون، ولك رائد السيارة وقفها اللي ما ملحق خليه يروح يشوف الجزء الاول باليوتيوب. طيب وقفها رائد بعصبية ونتر، سكتن كافي خليه يسيطر على السيارة، سكتن فضحتنا. وهن يعيطن، انا هنا ما عبرت عن شيء من الصدمة، وظليت اقرأ ايات قرآنية بقلبي ولازمة ايدي الثانية واعصر بيها من الخوف، وهن يوترن الواحد بالزايد. ما تحملت وقلت بصوت عالي كافي خليه يعرف يسوق لا توترنا. اي كافي مو راح نموت، ما ادري اسوي مطب وما ادري شنو، المهم بالسيارة سرعة. صار صمت لحد ما رائد سيطر على السيارة، واول ما وقفها على مكان ما بيزدحم دار علينا، اكيد رزلهن يعني، وعاطب بينا، عاطب بعلو صوته، انا مو اقول سكتن الاصمن، ما تسكتن لو بس مال عياط، ما تفهمن. احنا سكتنا لين ما نعرف شنو نحكي، وامي ظلت تتباوع عليها بحقد ونظراتها شوية وتاكله. اوكي، هو يخزر بينا، هدأ الوضع لحد ما كمل مشي ورحنا للبيت. اول ما دخلنا اجا اريان ركض وقال شنو السالفة شبيكم، ادق عليكم ولا واحد يشيل تليفون، عبالي صاير بكم شي. نزلت ام اريان وامي، وانا نزلت ميتة من الضحك بالقوة، لازمة نفسي ما اضحك قدام رائد، لان اذا اضحك قدامه يموتني من الصدمة. وعصبيتهم ونظراتهم ما تحملت، وطقيتها بضحكة بعلو صوتي وانا ميتة من الضحك. عاطبية رائد بالتلشل والباء عليكم، علي من الضحكين. طبعا صاحبة القصة انا اسف ما اقدر اذكر لنا العبارات كلها يعني تصير البيت. علي من الضحكين، هم زين ما متنا، لو مخليكم تموتون مو احسن. خالته عاطت اسم الله شبيك رائد ايش مالك وليدي بما نفاولنا. دخلنا جوا وبيت عمي وخالي هنا، رحت قعدت يم البنات على صفحة قاعدين ونسولف لحد ما سولفت اللي صار وانا ميتة من الضحك، وهن يضحكن على ضحكتي لان صوتها عالي، متنا من الضحك على شي تافه، ورائد بس يخزر بيه، ما يحب اضحك قدام ولد خوالي لو عمامي، وانا احاول اسيطر على روحي وما اضحك. لحد ما صار الوقت متأخر راحوا، وانا طفرت الغرفة قبل لا رائد يلزمني، ورحت وخرت مكياج وسبحت سويت سكين التفاصيل. انا اريد اشوف هذا اللي طلع من السجن وين راح اوقفه، لان استحى اكل هناك. فلبست حجاب ورحت للمطبخ، كانت الساعة 1:30 بالليل، فسويت معكرونة بطريقتي المفضلة، وكان اكو سفن وبيبسي، اخذت السفن وقاعد اقلب بتليفوني واكل، ما حسيت على احد من دخل المطبخ، بس حسيت احد اخذ الشوكة من ايده وبدا ياكل، وانا فزيت لان كنت مندمجة بالتليفون. شفت رائد يعطيني هذيك النظرات اللي ما ادري شنو هن، هاي ذيك النظرة وهذيك النظرات ما ادري، يمكن بس بجماعة البرنامج هذا خاص بيكم ما ادري. المهم وياكل، وانا قلت بسم الله الرحمن الرحيم شبيك كأنك حرام، وفززتني ما طلع الصوت شناي. قالها ان شبي مالك علاقة، يلا اعطيني الشوكة وروح جيب لك شوكة وتعالك بيا حيل، انا اروح انت جيبي. شلون ناس اعطاني هذيك النظرة الكاتبة، شنو هذيك النظرة بمعنى اوكي شرحتها واخيرا انطاني هذيك النظرة بمعنى ايش مالها. وانا رحت طلعت شوكة شطل وغسلتها واجيت اكل، دبيت التليفون وقلت اسولف وياه، انا اسولف بس عبالك وين الحيط، لحد ما قلت صدق اقول لك هاي حبيبتك وين صارت، وين صفى بها الدهر، شو ما اجت بعد ولا رجعت تقدمت لها، وعبالك سبيته ما حكيت على حبيبته. راد قال اللصم كافي ولا تحكين حرف واحد بعد. سمعت صوت جاي من يم باب المطبخ وقال ايش بيك مضروب بوري منها تلقينه. اجا اريان
طلع من الثلاجة فواكه واجا يمنه قعد وظل يشمر على رائد ورائد يسب بيه، وانا ظليت بس اضحك على سوالفه. احس اريان راح يطيح بغرام ليليان. اوكي اكو تلميح اريان وليليان ظاهرا هيك. اريان قالها صدق تتذكرين هذيك اللي كانها الصخلة اللي اجت تتمايع وتتمضيق علينا، يجيبهن مو حلوات ويلعبن الروح. شنو هاي؟ ما عندك ذوق بالنسوان انت؟ طقيتها بضحكة قلت خرب وشلون تذكرتها المفروض هاي قديمة والله يا رائد، ذوقك بهذيك الصخلة ولا حلو، بس اللي بطول العمود حلوة بس ما تلوق له. جاي ينصبون على الولد. قالهم ولد الشاه شكو تذكروني بالماضي، احنا ميتين ضحك ان نتذكر حبيبة رائد اول وحدة اللي خابصنا بها قبل سنوات، كانت ام اريان هي وخال جواد موجودين عندنا، فرائد قال لنا اليوم حبيبتي تجي تتعشى هنا فحضروا اكل طيب. ليليان انت سوي الاكل لان اكلش طيب. ما ظلوفة شكرا حبيبي. تدلل من عيوني خل نشوف هل خابصنا بيها. ولك يا هي منهم لا تقول لي الصخلة. اريان يقول له صم حلقك لا احلى منك وشك بالطول. لا تظل ينصب علي يقول والله ولا حلوة تلعب النفس. اريان ينصب على رائد وهاي ظل بس تضحك. لا تقول له هاي المخبلة ثقتي بنفسي تكفيني بويا بطني. اريان يضحك يقولها اي ولد شيء انا تمرغلت بالقاع اضحك مو قصة تنمر بس تضحكني وهذا منا قمص. رائد ولد هيك هالكم يا ابو الجاب كم راح اخذها المطعم احسن مني. وانا اضحك واقول له لا شبيك عادي جيبها لنا خلي تتعرف على الكل. تشب لا تجيبها ولا شي. انا يا اروح المطعم واجا يروح وانا لحقته قلت له بالقوة لازم. ضحكتي قرصته من خده وقلت له اسفة رؤودي عاشت ايدك محمد رؤودي عاشت ايدك رؤودي. وعلي نتشاقش بيك لا تزعل بعد بيتي. قال لي اسوي لكم برياني هم. اي خوش سوي يمكن المغرب احنا هنا. قمت للمطبخ اسوي اكل شوية. اريان لو وحدة من خواتي جاية تاخذ منه وتتذوق وانا كل شوية واحد جاي. لو اريان لو وحدة من خواتي يقول جاي يتذوق وانا اولحد عليهم. بس اولحد يمكن اصيح اضوج منهم ما ادري. لحد ما اذن وخلص صلينا قاعدين ننتظر الخاتون ويا رائد تجي وانا متت من الجوع وقلت بلكي الله فطست ونخلص منها. كفو على المتابعات شباب. واحنا نضحك لحد ما ندق الباب. انا طفرت لغرفتي خليت عطر على اساس هسه نزلت هليت بيها وقلت هلا بمرت اخوي شلونك. اسمها ايات شخصية جديدة. هلا بيك زينة اني حبيبتي. هلا بيك تفضلي لا تستحين البيت بيتك. وهي ولا همها ولا مستحية عبالك صدق بيتها. اكو هيك نفسيات صحيح. ابوي ما كان هنا هو وخالي لان طالعين مو بنفس المحافظة اللي احنا بيها اصلا. رائد تحمحم وقال يلا ما تصبون عشا جعنا. ليليان قالت له هه تدلل غير انتو تأخرتو كا احنا. اباو على اريان بالقوة لازم ضحكته بس مسوي روحه انه عادي. لزم تليفونه وانا رحت للمطبخ واجت مرت خالة على مود تساعدني. اسمع صوت اريان وهو يقول اقلك ليليان بالله شلون اسوي هذا الحساب. دخل للمطبخ خلى تليفونه على ميز الطعام وطقها بضحكة وانا اضحك على ضحكته وقال ولد شفتيها بيت الخلفوها تقولين. وانا سكت بيه اقول له اسكت لا يجي رائد يصمت بهاتنا. ما قدر راح خي ولي ولك ترى امه شبيك. جاي يضحكون على البنية هاي. ظهرا هاي البنية عينها صلفة. مهد الصور بعد عمري شكرا. حازم حبيبي شكرا الك. يلا انا ايش قلت حظك عاطت بي مرت خالي ولك يما خلي البنية تشتغل روح منا. قال هي ما انا شبيش انا شو مسوي خل نضحك. ولك تضحك على البنية شنو يما شوش حالاتها. سكت هو من الضحك وراح على اساس ما كنا نضحك ابد.
نرجع للواقع. انا كملت، قمت غسلت الماعين، قعدنا نكرز حب ونسولف لحد ما اذن. قال اريان يلا ولوا صلوا ناموا. شم سهركم؟ رائد قال له شا خالتك كانت ويانا تسولف غير انت؟ يلا ولي سلم لي على خالتك حبيبي، وانت سلم لي على امك وخواتك. يلا جيت اصعد الغرفة على مود اتوضى واصلي، وقبل لا اروح قلت الرائد ما راح تقوم تصلي انت؟ ما رد علي وانا كلش اضوج، كان ملتزم كلش وهسه هيك صار ولا يهتم. رحت يمه وقلت قول يا الله وقوم صلي حبيبي لا تقطع صلاتك. كنت مو انت اللي تعلمني من كنت صغير؟ كان شجاك هسه؟ رائد قالها رب العالمين ما راح يتقبل صلاتي. التفاتة حلوة. وليش ما يتقبل صلاتك؟ رب العالمين غفور رحيم، مهما سويت ذنوب راح يغفر لك. قوم صلي وتعال نكمل حج. ما اقدر روح انت صلي. معود فدوة قوم وعلي راح ترتاح من تصلي. المهم بالقوة قام وتوضى وانا توضيت ولبست شادر صلاتي وجيت صليت وراه. خلصنا صلاة وسبحت تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام، قرأت دعاء الفرج دعاء العهد. هو صافن علي لحد ما خلصت. ها رائد مو ارتاحيت من صليت؟ ارتاحين مكتوبة. اي كلش هواي، هالشعور ما حاس بيه من زمان، بس والله ما اقدر. كل ما اريد اصلي اتراجع واتردد ما اقدر، احس احد بداخلي يمنعني، اكيد الشيطان يعني، وما يخليني اصلي. احس رب العالمين ما راح يغفر لي ذنوبي. لا تقول هيك حبيبي، اكيد رب العالمين من تتوب وترجع للطريق الصح اكيد راح يغفر لك كل ذنوبك، وهم لو تبت توبة حقيقية، مو بس يومين تصلي وترجع تشرب والى اخره من الشغلات اللي مو صح. حازم حبيبي ما ظلوفه شكرا، واللي راح تتحاسب عليها بيوم القيامة. تصلي لا تتردد ابد، كل ما تضوج صلي، ما حد يفيدك بيوم القيامة غير صلاتك وتقربك لله. رحت حضنته من كل قلبي، كنت مفتقده رائد القديم اللي يحبني وما يخلي احد يحكي علي واللي يتفاهم وياي بهدوء، عكس هسه كلش عصبي وما يتفاهم وبس يسب ويغلط. وهم كان ياهو اللي ضوجه فشر عليه، بس الحمد لله ما يفشر ظل لان ابوي ظل يعاقبه. شكرا على المتابعات ربعنا. ابتعد من حضنه وقال شنو خذك الواهز دوخري؟ خذ راح انام. يلا اتهم ولي نامي. اوكي تصبح على خير. راح الغرفته وانا هم رحت نمت. موضوعنا الاصلي الشخص اللي طلع من السجن اللي اسمه اديم، اللي يريد ينتخم بين قوسين. يقول ما توقعت بسرعة يثق بيه، بحيث بشهر واحد بس كنت دائما اساعده وهو وثق بيه، وحتى ظل يعزمنا على بيته، بس انا ما اروح لان ما اريد اروح البيت لحد ما اخذ كل شيء لي واشوف نجوم الظهر. طبعا هو هذا الشخص اللي شمره بالسجن، اوار اتوقع اسمه اوار. ايه كنت اخطط على مود شلون انتقم من عنده لحد ما اجى هذاك اليوم اللي من صدق اعتبرته انجاز على مود انتقم. كنت معزوم ببيته لان الشركة بدت تحقق انجازات اكثر واكثر. يا قصة هاي ضلع الناهض الاريج الحسين يمكن اسمه. ايه انا عندي خبرة، بس ما توقعت هالقد راح تحقق ارباح الشركة بفضلي. كنت فخور بنفسي وهم منتظر الشركة كلها الثقبية على مود انتقم، مو بس من اوار، لا كنت اريد انتقم من شخص بعد. خليني احزر، احب احزر. الشخص اللي يريد ينتقم من عنده بعد هي مرة اوار. اتوقع كانت تحب صاحبنا اديم، انه براحت الاوار وخانوا وباعوا ما ادري، مجرد حزرت الله شاهد ما ادري بالموضوع. يا قصة هاي ضلع الناهض، اسم القصة ضلع الناهض، الكاتبة اريج حسين. اي
فيقول اريد انتقم بعد مو بس من اوار اللي خان ودخلنا بالسجن واخذ املاكي، لا اريد انتقم من شخص بعد همين، وخلال الايام تعرفونه منه. احتمال ليث؟ ما ادري، إلين هذا ما يحترمه. فبعد رحت البيت اوار على مود انه عزمني، وهم هالمرة ما اعرف ليش ما رديت له طلب. احس اكو شي بداخلي قال الي روح لهاي العزيمة، احساس. رحت كشخت، رشيت العطر المفضل إلي، كنت كلش أحب هذا العطر لأن يرجعني الأيام تجنن، كان كلش فخم بحيث كل ما أحط منه أحد يسأل منين هذا العطر. أول ما وصلت لقيت وحدة واقفة بالباب، بس تقربت لمحتها ليليان بنت أخوي أنا. تحمحمت وقلت السلام عليكم. قلت له عليكم السلام، تفضل منو أنت؟ قالها اوار عازمني لهنا، اكو اعتراض بويا؟ لا اسفه لا تفهمني غلط خويا، بس ما كنت تدري. قالها عادي. دقت الجرس واجت العامله مالتهم على مود تفتح الباب. دخلت ليليان والعامله صاحت اوار، صاحت اوار يعني. دخلت للاستقبال، قعدنا نسولف، هم اجت مرته وقالت قال عفو اعرفك على العائلة كلها. فشوية شوية لحد ما اجى رائد والبنات. كانت اكو وحدة بيهن مغرورة وشايفة نفسها، المفروض نسيت كلمة نفسها، شايفة نفسها ماكو وشايفة. وهسه جاية من الحفلة مال صديقاتها وتسولف ومايعة بالحكي وتدلع ما اعرف على شنو شايفة نفسها وتدلع عبالك، بس هي بنية بالكون. هذا اللي بيه كومة بنات، وانا ما بيه حيل ولعبان نفسي من هالقعدة، بس احاول اسوي روحي طبيعي. اكتشفت انه هي اسمها كارمن، واوار يحبها من بين خواتها، فاجت ببالي خطة ولا احلى. اي نعم، راح الدمرة وهم ما يظل عقل براسه يا ولد، بس لا راح يموت كارمن، ابروح امك. كانت تدلع وتباوع عليه بنظرات انه تباوع بنظرات انه شوفني. انا ما باوع عليها، بس اسولف ويا اوار اشوفها تتمايع، ولو مو بيتهم كان قمت طبعت ايدي على خدها، يعني احمسها براجدي. الهاي الخاء والياء والسين والهاء عليكم نفس ابوها، هم خاء. ورائد على اساس يستفزني وانا ارجع استفزه اكثر، هو يعصب بسرعة بحيث قام خلى كل القعدة وراح. صار وقت الاذان فقمت صليت، واوار والبقية الظاهر هم راحوا يصلون. طلعت تليفوني، توجهت الكربلاء وقرأت زيارة عاشوراء وخلصت، وهم بدا الاكل يصبون بي، وهم بدا الاكل يصبون بي. التمينا على السفرة وياهم وكان الوضع طبيعي وناكل. بس اكثر شي غثني انه كارمن قاعدة قدامه حتى بالاكل تتمايع، يعني وين اكو واحد ياكل التمن بشطر؟ وين شايفين؟ اوكي، هاي بس عد كارمن بس اوار. كفى على المتابعات يا ولد، شكرا جزيلا. كملت وكان الاكل كلش طيب صراحة، وشربنا شاي وسولفنا للعصر. اجت الف جيم سين تاء. اوكي هي اجيت، بس المعلومة عدليها بدات تموت. اجيت اروح للبيت، هاي هي بعد جاي اطلع يعني وافتك من هذا البيت المعفن. سلمت عليهم وشكرتهم على حسن الضيافة المعفنة، وجيت اطلع وكارمن قالت الاوار بتمايع بابي اريد اروح لصديقتي، بس رائد ما يقبل ياخذني والسواق ما هو. شلون؟ ابنيت معد السيارة، روحي عاد انا من اشتريتها. طبعا شوف التموع هذا، والله جايبتها يعني اريج هني اريلك. نو ماي فاذر، ما بيت ايدي تأذيني. يعني لا بابا ما بي ايدي تأذيني. ها عادي، اثر يوصلني
تقول له عادي يعني أسر يوصلني وياه هو رايح، مو رايح هو خليه يوصلني. والله كانها خيلة البنية، بس هو ما تدري بيه انه هذا عمها. وات لا عيب بنيتي، هذا أديم. طبعا أديم هو نفسه أسر، بس قدامهم اسمه أسر، هو اسمه أديم. قال لا عادي خل تجي وصلها طبيعي. ليليان قالت لا عيب ولك خلانا وصلك. كارمن قالت نو رايحة ويا أسر. ومن تلفظ اسم أسر حتى تلعب روحي. شنو هذا التمايع ما أدري. المهم اجت تتبختر هي وفستانها وشعرها نصه طالع من الحجاب، اجت قاعدة يمه حتى ما راحت ورا بالجهة الثانية. فد ما عندها اخلاق وياهو ابوها ما تقولولي اوار. طول الطريق وانا اريد اخلي تكرمون النعاه واللام عليكم بحلقها، بس والله لازم نفسي وعيب وكل شوية تريد اغاني. عافية أسر شو اريد شغل اغنية على ذوقك. لا خيتي ما اسمع اغاني انا. ايه شنو خيتي؟ شو قد راحة. وبعدين شنو ما تسمع اغاني؟ منو ما يسمع اغاني بهذا الوقت؟ قالها كلمة وذوق يعني. بيبي ما عندك ذوق انت، والله شنو تسمع غير الاغاني؟ والله جايبه الدور اريس خرب يومك. ايه ظليت ساكت لان ما لي خلق اناقشها، وهي عود تسكت لا حالفه. وهي عود تسكت لا حالفه تصدع راسي. كارمن تحكي وتسولف وسوالفها كلها على الاغاني والحفلات. هزرتها وقلت اهلك وينهم عنك؟ ليش مطلعه شعرك من الحجاب؟ لو ما لابسته مو احسن؟ باكر عقبه تتندمين. يا عافيه ايش دخلك بالحجاب؟ انا احلى بدون حجاب. لو ما البس الحجاب احسن الي، بس ما يفضل ما يقبل اخلع الحجاب. هنا يعني بهاي اللحظه ودك تبعرها بس نغلس. مرت ايام واجت ايام لحد ما كثرت عزايم اوار الي بحجة انه انت اللي شلت شركتنا. وبيوم احد العزايم قال لي ايه اسر هي المفروض اسر حسب نسميه اسر، انت مقروب كيفكم. شنو قال له؟ قال له ما معجب بوحده منا اوار يقول الاسر اللي هو اديم. قال له لا ليش؟ لا بس هيك على مود اخطبها لك. لا ما اتزوج هسه، اذا تريد ازوجك واحدة من بناتي. كحيت من الصدمة، يعني هو عمهن باعتبار ما يدري بيه هو عمهن طبعا. يقول كحيت من الصدمة شنو يبيع بناته لو متعاجز من تربيته. اعطيته هذيك النظرة، هذيك النظرة اللي تمثل قليلنا تحتمج. المهم اعطيته هذيك النظرة وهو ضحك. شنو تريد واحدة اختار؟ شنو اختار شبيه؟ ليش؟ قال لا بناتك ما راح اناسبهم لان الطبقات مختلفة وانت تريد تعطيه الناس معروفين. قال له افا لا عاد شبيك انت شو زلمة معدل وش حالاتك. حتى غزل قالت انت خوش ولد، غزل مرته. شكرا. فكرت بما انه هو يريد يزوجني واحدة من بناته ليش لا. قلت له انا معجب بوحدة من بناتك صراحة. لحظة غير بنات اخوك هنا. اوكي نكمل ونشوف وين نريد نوصل. اوكي هسه هاي غيرها. منزل قديم متهالك مو فخم، متهالك مو فخم ولا بأثاث، قيمته كلية ونص ولا سياراتنا تارس الحديقة. كان بيت متواضع على قد الحال، الحنية تارس البيت بكل مكان. بالبيت بذكريات بها الحلو بها المر. كان أكثر الذكريات تجنن ما يوم أمي أو أبوي عيطوا بوجهنا. طبعا بالنسبة للكاتبة اللي موجودة حاليا جاي تسمعنا ورا هذا النقاش بالبارت الثاني ما كاتبة شنو الوضعية، مجرد نقاط. هذا شو الوضع مفروض تفهمينه في مكان آخر في
سابقا ما ادري. اي بي ذكريات حلوة، بها الحلو بها المر. كان اكثر الذكريات تجنن ما يوم امي او ابوي عيطوا بوجهنا لو ضربونا. كانوا يحبوننا حيل من غير انه تربيتهم حيل حلوة، يعلمونا على حب اهل البيت، ما يقصرون ويانا باي شيء. صح ناس على قد حالنا، بس كانوا يحاولون يوفرون لنا اي شيء نريده بكل غرفة او مطبخ او استقبال او صالة بالبيت. موجودة صور الأئمة، أكثر الصور الإمام علي عليه السلام، وأنا بغرفتي موجود صورة الإمام زين العابدين عليه السلام. كنت حيل متعلقة بهذا الإمام، حيل أحبه، أحس قطعة من قلبي. هاي منو؟ هاي شخصية جديدة غير مكان وغير عائلة. المفروض تكتبين ترى. ها صباح النور، نورت اللي جيت. اوكي شخصية جديدة هاي جاي تحكي يا قصة ضلع النهض. كنت حيل احبه، احسه قطعة من قلبي. اخواني كانوا حيل يحبونه، مستحيل انه يفرقون بيننا. هم يشتغلون على مود البيت وعلى مودنا. كان يوم عادي مثل اي يوم. اجا ابوي كان بالزيارة، لان المدير هاي بالزياوة مكتوب رقصي. انت سجل ملاحظات على مود انا اقول لك يابا ترى هنا هيك بداية مش ورقة وقلم. قصة ضلع النهض. ايه ميار الولد ربي يحفظه. معقولة ياخذ بنت اوار؟ والله انا ما لي علاقة، هاي الكاتبة يمك خنقيها، انا ما لي شغل. اجمل الوحوش امتانيها تكمل يا اجمل الوحوش. بعدها مستمرة عادي، خطأ مطبعي. لا هو على مود على ملاحظات سجلوا جرام مستباح ان شاء الله. المهم كان يوم عادي مثل اي يوم. اجى ابوي كان بالزيارة، لان المدير انطى الى عطلة. كلنا طفرنا ونتسابق منو اول واحد يروح يسلم عليه ويبوس ايده، وامه تعيط بينا والكم ايش كبركم وش قدكم تتعاركون من اول واحد يسلم على ابوكم، لا تطيحون ديروا بالكم. وصلت اول وحدة لين انا اسرع وحدة بيهم، وعطت بويا اشتاقيت لك، بست ايده وهو باس راسي وحضني ويهلي بينا. اجوا حتى اخواني يبوسونه وسلموا عليه. بويا دعيت لي، بويا دعيت لك ودعيت لكم كلكم. بويا هذا اللي يقول ليش ما اخذتني وياك، انا هم اريد ازور. يلا المرة الجاية كلنا نروح بعد حيلي. اجا اخوي الكبير كان بالشغل، علي اسمه. السلام عليكم، زيارة مقبولة. بويا باس راسه وايده وكنا ردينا السلام. اخوي علي كنا نحبه ونخاف منه، كان صح عصبي بس حيل حنون ويحبنا. واكثر واحد يشتغل بين اخوتي، كان يطلع للشغل من الساعة 7 الصبح لحد 9 و10 بالليل يلا يرجع. راح سبح خلى الخاولي على كتفه وقعد يقلب بالتليفون بين ما يخلص سبح. وابوي على مود ياكلون سوا كفو حلفي كاكاشي ما ادري ما ظلوفه بعد عمري. شكرا جزيلا. اي حسام اليوم الهدف عليك. لو ما تقبل بدي اروح، لا براجد هسه والله العظيم اطلب لك بلاد روح. اي المهم اجا علي يما انا قايم اسوي البوتيته. لا تتعبين نفسك كفو حلفة حبيبي. عليكم السلام نورت. لا يما بعد حيلي تعبان انت. قال لا بعد رمش عيني انا قايم. لحقت المطبخ على مود يعلمني شلون اسويها طيبة. ما اعرف ليش هيك نفسيته طيبة بالاكل، يعني طبخه يجنن بحيث ما يظل شي بالماعون من هو يطبخ لنا، يعني مثلي بالقوس يعني. كاكاشي شكرا، مخفية شكرا. اي الحاصل ننتظر يوم العطلة مالته على مود نقعد وياه ويسولف لنا كل يوم سالفة. هو ابونا الثاني نعتبره، دائما يحكي لنا عن اهل البيت وينصحنا، وهو اللي خلاني اتعلق بصلاتي اكثر وواقفة يمه وهو يسولف وياي وانا باوع عليه وابتسم. قلت له هاي اللي تحكي اللي تسولف ظاهرا انكشف اسمها هسه، اسمها فاطمة. قالت له يا علاوي بنت تتزوج هم راح تبقى هيك ويانا تسولف وتقعد؟ اي ليش اجيب مريتي واقعد يمكم؟ البنات من يسولفن يقولن اخوي او عمي او خالي تغير من تزوج حتى ظل يكرهنا. انا خاف تتزوج وما تحبنا بعد. شلون؟ هاي فاطمة اللي تسولف.
البطلة هاي الجديدة. باوع علي نظرات ما مفهومة، خلى نص البوتيتا بالطاوة وغسل ايديه اوكي مكتوب ايدي، واجا باس راسي وقال ما اتغير عليكم، انتو كل دنيتي بعد طولي، لا تفكرين هيك، انا ايش عندي غيركم. ابتسمت وانا فرحانة وحضني، خلص البوتيتا وضوقني وانا مصل اوكي مثل اريج وانا مثل كل مرة يعجبني اقول له اكله، اموت على اكله. لهذا السبب تجيني هاي تقول انت ما تعرف تتهجى لا تقرا بيها. اي كفو احلى من يهلي. اقول لك ماذا الوفا حبيبي عمري. حبايب، عود ليش الشير ميت عندكم؟ الشير وتكبيس ميت كلش. ليش؟ اذا كارهين الموضوع قولوا لنا. عليكم السلام. اذا كارهين موضوع البث قولوا لنا. رادنا قاعدين يعني تقدرون كلكم تسوون اعادة نشر يطلع عندكم بالحالة، تضغط على السهم الجوا راح تطلع لك علامة صفراء بها سهمين مخالفات، تضغط عليها ما راح تخسر شيء ابدا. 23 بالقلب. كفو مهدي حبيبي. لا طالبين دعم ولا طالبين اي. محمد البارث راح يخلص طالبك جولة. احسنت. اي اريد كلكم اعادة نشر اي ضاقتها فاطمة وقالت عليها تجنن البوتيتي، بس خدي رتب الصينية خذها للصالة، وقاعدة امي وابوي يسولفون واخواني وخواتي يمهم، قعد علي واحنا كنا التمينا يمه قبل لا ياكل، سوى لنا كل واحد لفة وقال تعالوا اكلوا يعني، قلنا لا لان شبعانين. خلصوا اكل واحنا بعدنا نسولف، واخذت الصينية وجاي اغسل المواعين، اجا علي سوت شاي وقال روحي انا اكمل المواعين، وانا اقول له لا وهو يقول لي لا انا اغسل المواعين، لحد ما قلت الشاي راح يفور. الله وضحك، هي مالك لاوات فطمطم، هسه خليته هي يلا روح سوي شاي على مود انا هم اشرب لان احب الشاي مالتك. طريقته مو مثلنا، هو يخلي الماء يفور. تعلمن اللي ما تعرف سوي شاي ثبت، المفروض انا مثبتها بالبرنامج ما ادري ليش ما طلع يمكن، المفروض يعني مثبتها ما اعرف بعد. الحاصل الرواية اللي كاتبه اريج آل حسين. الحاصل طريقته مو مثلنا، هو يخلي الماء يفور كلش، يخلي الهيل هواي، وراها يصير المطبخ عبارة عن ريحة هيل. الله اشتهيت شاي، يخلي الشاي شوية ويطفى. اريد شاي يا ولد اريد شاي. صب شاي على عددنا ورحنا نشرب، خلصنا باوع على بنين وقال قوموا بنونا اغسل الاستكانات يلا على مود الطش ربع. والله انا هم والا بالهيل. قالت لا اريد الف يلا روح سوي منتظرني. صدق سويت شاي بخت كفو فتاة ولا مشاعر. لا اريد الف بنين تقول له ماكو، لا هواي يطيش ربع مشقوق، لا شو هاي مكلف نفسك بعد روحي. ضحكنا وقامت غسلت الاستكاين واجت مدت ايدها بمعنى ورق يلا. طلع 5 وقال لها 2500 الك و2500 الفاطمة. طبعا هسه احنا انتقلنا هاي الانتقالة ما ادري هسه بالوقت الحاضر اتوقع الكاتب شوي غامض بجوز متقصد، ما لا ناخذ غيبته خطية. اي يا عائلة هاي بعدنا ما ادري، هاي التفاتة ثانية، هاي عبرتنا من قديم واوار العائلة الجديدة فاطمة وبنين وعلاء فنشوف. لا حد يسب الكاتب حاليا يا ولد، خلينا نفتهم الوضعية. قالها 2.5 لك و2.5 الفاطمة، البارتات الجاية نعرفهم ان شاء الله. لا ترى انا جاي الشاقة لا اكثر ولا اقل.
يلا هاي اهم شي فلوس. علاوي قال يما باكر مو عطلة، خلي تجي زهراء لنا هي وزوجها وبتها. خوش يمه خابرها وقلها هاي زهراء اختهم ما ادري وياهم. هاي هي تمام انا خابرها وقلها. شوية وقال اخوي الثاني شخصية جديدة حيدر، بويا ليش ما تترك الشغل؟ صار كم سنة اقول لك لو انا اللي اشتغل بمكانك لو تركه، شنو انت تشتغل ما عندك ولد يشتغلون بالنيابة عنك؟ هذا ليث يا ولد، ليث هذا ابوهم اللي كان بزيارة وهاي هذا ليث الحج اللي بالبداية بده شاي على الورق مال رائد وهاي السوالف. ليش ما كمل ارضه؟ فهمتوا؟ عائلة ليث اي وصلت مو؟ استوعب اي والله تونا ماكو هسه من قالوا ليث يلا ما مبينه ترى ما ندري. ليث قال لابويا حبيبي هاي السالفة لا تفتحها بعد نهائيا. سجاد وزين العابدين هم ما راضين على شغل ابوي، هو اكبر انه هو يشتغل، كل ما نفاتحه بالموضوع وجهه يصير اصفر ويرتبك. يا ستار. كفو حازم حبيبي شكرا. مصطفى صورها باليوتيوب، ايه جاي اصور حاليا راح انزلها باليوتيوب. فوجهه يصير اصفر ويرتبك شويه وما يظل يحكي وياهم لحد ما يغيرون الموضوع. طبعا احنا كلنا البنيه اللي تسولف تقول احنا 3 بنات، زهراء بنين وفاطمه، والولد 4 علي وحيدر وسجاد وزين العابدين توأم. سجاد وزين العابدين توأم. اوكي شكرا على المعلومه. علي عاط عليهم على مود يغيرون الموضوع، وفعلا قعدنا نسولف لحد ما صارت الساعة 11:30. علي سحب التليفونات على مود النام يتعارك ويا اخواني وهم يحجون عليه. احنا كبار وبكيفنا وهو معصب شنو انتو لحد ما جاب العصا، واحنا ميتات ضحك انا وبنين، وهذول ظلوا يخزرون بينا لحد ما انطوا التليفونات. ونمنا الثاني يوم قعدنا على صوت امي اللي هي ام علي، ما حطت لها اسم يمكن الكاتبة يعني المفروض اسم يعني، بس خلينا نسميها ام علي وقبل يمكن عدك بيها شغله. والكان يلا قاعدة اختك راح تجي واحنا عرفتها اختها، واحنا طفرنا بسرعة تريقنا ونظفنا البيت ويا ام وبنين المشلو به عليكم. راحت تسبح قبل لا انا ادخل للحمام. والله معاناة، خاصة هسه بالشتاء يخلص الماي بالحار ديح. تعاركنا شوية ورحت سبحت قبل لا اطلع. سمعت اصوات، سمعت صوت زهراء جوا تحت شوية علي وبتضحك. طلعت تركض شلت مريم كان حيل محبوبة الكل يحبها والكل يحبها. والزهراء قالت ها شني ما تسلمين علي انا بس مريم بتغيته ولك بنين احسن منك. فاطمة قالت لا بس مشتاقة لها ما تجيبينها هواي انتي. سلمت عليها اخذت مريم رحت قعدت. شفت الساعة بعد 9:30 مشطت شعري ظفرته رحت اساعد امي بس قالت ما عندها شي. بعد رحت قعدت وجبنا علي واجي وياه حيدر وسجاد وزين العابدين وبنين وزهراء وقعدنا. وهو قال علاوي يلا اليوم شنو نحكي اقترحون. كل من يقول شي لحد ما اتفقنا انه يحكي قصة عن قصة الامام العباس عليه السلام معركة الطف. يا اخي التفاتة حلوة هاي، نورتوا اللي دخلتوا. اليوم راح نحكي قصة الامام العباس عليه السلام في واقعة الطف. من صار اليوم 10 من محرم ان قدت لو جميع أصحاب الإمام الحسين عليه السلام من أبناء عمه وغيرهم، وآخر واحد من أنصار الإمام الحسين عليه السلام اللي هو الإمام العباس عليه السلام. طبعا الإمام العباس عليه السلام كان حامل لوائهم. عموما راح الإمام العباس يوم 10 بعد ما شاف كل أصحابه ماتوا وقال هل لي من رخصة. فالإمام الحسين سلام الله عليه ظل حاير ينظر للعباس عليه السلام ويدري بيه راح يروح وبعد ما يرجع. تقول الروايات فحينها بكى الحسين عليه السلام بكاء شديد حتى ابتلت لحيته المباركة بالدموع. اوكي
نكملها تستاهل. وأيضا قال الحسين العباس: يا أخي كنت العلامة من عسكري ومجمع لو مجمع عددنا، فإذا غدوت جمعنا إلى الشتات وعمارتنا تنبعت إلى التراب. تنبعت. فأجاب الإمام العباس بوقتها: فداك روح أخيك سيدي، قد ضاق صدري من الدنيا وأريد أن آخذ الثأر من هؤلاء المنافقين. أجاب الحسين: إذا غدوت إلى الجهاد فاطلب لهؤلاء قليل من الماء. فلما نزل الإمام العباس القتال كان خروجه لملء القربة قبل أن يقاتل، فهنا عمر بن سعد جهز له 4000 جندي حتى يمنعون الإمام العباس أن يوصل للمشرع ويملأ القربة اللي هي تصير مال ماي. اعتبروها دولكة بس على تحديث القديم. فالإمام العباس عليه السلام من كان بطريقة لنهر الفرات 500 شخص. شو تريد؟ هاي القصة والله تردون اقراها كاملة. شنو ردت فعل؟ يود ها شو تريد؟ كمل. لا ترى التفاته حلوة والله العظيم التفاته حلوة. خالي ترى السيف على العباس مو على قصة طويلة. هي شو تريد يعني؟ شو تريد؟ شو اسوي له؟ دولك شنو؟ يا اخي الجربة هسه لاقيهم الجربة والماي هو عبارة عن جلد يعني هيك ومحطوط كأنه دولكي مسدود. يعني دولكي على التحديث القديم يا ولد. دولكي إناء انت ايش بك؟ دولكي على التحديث القديم يا ولد. يا التحديث قديم حبيبي، الجربة موجودة هسه وقديم. لا ترى والله الشرح عظيم بالعباس، يعني دولكي اختصرتها ما بيها اشرحها، اختصرتها دولكي على التحديث القديم. لا يا اخي دولكي على التحديث القديم ايش بيه؟ ما يعرف الجربة ما يعرف ربه. يا بيال ما يعرف القربة، بس اكو ناس ما تعرفها فقلت لهم دولكي على التحديث القديم. يعني اختصرت الوضعية. اهلا هاجر نورتم. شايف لكم دولكي تلبس بتشتف حبيبي. من تنزع شو تصير؟ من تنزع شو تصير؟ شنو يا دولكي بتشتف؟ المهم اخوان عمي يا دولكي بعيد على الوصف. عمي نجمة هي شوف هو ماي يعني شي تحط بيه الماي، فاختصرته اصلا ما ردت اشرحه لانه يطول، فقلت دولكي تحديث قديم مطارية قديمة هيك. المهم فمن كان بطريقة للنهر 500 شخص رمى بالبال، يعني النبال اتوقع ما ادري، والسهام، والعباس متوقف وكان متوجه فقط لنهر الفرات حتى يملأ القربة. يصف أحد قتله الإمام الحسين والعباس اللي هو إسحاق بن حبثوه يكون: فثورنا عليه النبال كل جراد الطائر فالسيطان جلده كالقنفذ. يعني هي المفهوم اللعوسة هاي ماذا السحق انه شمرنا عليه النبال وصار النبال كالجراد الطائر. اوكي. فالسيطان جلده كالقنفذ ولكن مع ذلك كان كالجبل الأصر. الله أكبر. لا تحركه العواصف. فوصل الإمام العباس للنهر صلوات الله عليه، ومن وصلت فرقوا كل هذول الجنود اللي كان عددهم 4000. فأول من هذول 4000 قدر يتجرأ ويقاتل الإمام العباس عليه السلام بشكل مباشر، فكلهم كانوا يرمون السهام من بعيد. فالإمام العباس كان له هيبة، كان من يصعد الحصان رجله تهبط، هو بس اسمه هيبة وشجاع. فالإمام العباس من وصل للنهر ما شرب الماء وقال بوقته: والله لا أشربه وأخي الحسين وأطفاله وعياله عطاشه. بعد ما امتلأت القربة ركب العباس فرسه، والقربة كانت بها ماء، خلاها على كتفه الأيمن. توجه الإمام العباس عليه السلام لصوب الخيام، لكن الإمام
من كان يريد يخرج من منطقة نهر الفرات كان الجنود غالقين عنه الطريق، فمثل ما توصف الكتب حال الإمام بوقتها كر عليهم العباس مثل ما كر عليهم والده علي الكرار. فمن كانت القربة بكتف الإمام العباس عليه السلام الأيمن هو متجه أو متوجه، جاء شخص اسمه زيد بن رقات. طبعا هذا الشخص كان مختبئ ورا نخلة، فهو ضرب الإمام بيده اليمنى وقطعها، فحمل القربة على كتفه الأيسر وقال والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. عن الإمام الصادق اليقيني لأجل النبي الطاهر الأمين. عن الإمام الصادق اليقيني لأجل النبي الطاهر الأمين. فتقدم الإمام هو بإيد وحدة ومتوجه للخيم، لكن اجى شخص هم مختبئ ورا نخلة اسمه حكيم بن طفيل، وهذا حكيم ضرب الإمام بإيد اليسرى فانقطعت. وصاح العباس عليه السلام بوقتها يا نفس لا تخشي من الكفار وابشر برحمة الجبار، مع النبي السيد المختار أتقطع ببغي يساري فصلهم يا رب حر النعامي. فوقف العباس عليه السلام مثل المتحير، شلون راح يحمل القربة يا أخي؟ موقف عظيم. يعني تخيل انت بلا ايدين بوياي، ظل متحير شلون راح يحمل قربة الجربة. فالعباس حمل القربة بأسنانه ونزل من الفرس وظل يركض للخيم، كان كل همه يوصل الماء للسيدة زينب عليه السلام والأطفال. وتخيلوا على رغم من كان حامل القربة بأسنانه، لكنهم الجنود ما يقدرون يرحون يقاتلون الإمام العباس بشكل مباشر. للأسف ظل يركض العباس للخيمة وما طولت فتكاثر السهام أصاب عينه، والإمام العباس عليه السلام ما توقف بعد يركض يعني. السهم أذى العباس، انصاب وين هذا السهم الأذى؟ بالقربة. لكن العباس ما توقف، بعده يحاول بأي طريقة يجيب لهم الماء. فلما ركض الإمام العباس سهم صاب عينه وسهم صاب صدره. الله قاتليكم. وسهم صاب الجربة. جاء له واحد من جنود عمر بن سعد وضربه براسه. الله أكبر. طاح العباس إلى الأرض، فصاح الإمام العباس عليه السلام قائلا عليك من سلام يا أبا عبد الله، عليك مني المفروض سلام يا أبا عبد الله. لكن العباس لما يسقط كانت السهام بصدره وجسمه، والإمام الحسين من شاف الإمام العباس عليه السلام سقط انقض عليه مثل الصقر إذا انحدر الفريسته. فتفرقوا جنود عمر من اليمين إلى الشمال، فجلس الإمام الحسين عند الإمام العباس وهو كان يبكي، وقال له بوقتها كلمته المشهورة الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. خلصت السالفة واحنا ظلينا نفتح نقاشات، طبعا هاي بلسان فاطمة دينية، ونتناقش ونحكي لحد ما أذن. قمنا كلنا صلينا، ومن خلصنا عادتنا انه نتوجه نحو كربلاء المقدسة نقرأ زيارة عاشوراء، وقرينا قرآن شوية. ومن خلصت قمت شغلت التلفزيون وخليته بصوت عالي على القرآن، ورحت اساعد امي وخواتي بالمطبخ لحد ما سمعنا طقة المفتاح مال باب مال الحوش. رحنا نتراكض، بس اول وحدة وصلت زهراء وامي، اتوقع كالعادة يروحون يسلمون على ابوهم ويبوسون ايده. اول وحده وصلت هالمره زهراء، وام تصيح عليها وتضحك ولك يما على كيفك، باست ايد ابوي وراسه وقال لها ليث هلا ابويا، هلا اميت، هلا شلونك؟ بعد روحي مشتاقين لك بعد طولي. هلا بيك ابويا، الحمد لله، انت شلونك؟ انا مشتاقت لك. وعلي طبعا اللي يوصل اول واحد يظل يسولف بعد عمري الحمد لله احنا بخير، اذا انت بخير. رجلك وينه؟ ايش عجب ما اجي؟
هاي يقول الزهراء. زهراء قالت له لا ابوي اجى سلم وراح عنده شغل. يلا حبيب تعال جايات. طيب انتقل بينا الرائد. رائد يقول طلعت من الشركة وانا اسب واغلط. ابوي يثق بآسر اكثر من ما يثق بيه. من هو أسر؟ من هو على مود يثق بيه؟ وخلال بس كم شهر وهو انطى اغلب اعمال الشركة وهو حاليا ايده اليمين. والله ليش؟ لان شغله حلو ويعرف يشتغل، وهو بسبب الشركة رفعت وصارت احسن من قبل. يعني شنو الفرق بينه وبين أسر؟ هذا الخاء واليس عليكم. اكره اكثر ما اكره عدوي، ما اعرف عنده طاقة الكراهية تجاه هذا الشخص، فظيعة. وانا انتر بهذا وبهذاك لين طالع روح وما ابي احد اتناقش وياهم بخصوص الشغل. طلعت من الشركة بكبرها، كنت تمشي وفجأة لمحت بنية حجابها مرتب، لابسة عباية، وجهها مثل وجه القمر، لون بشرتها ابيض، عيونها عسلية، كانت تجنن بمعنى الكلمة، وجهها طفولي وبملامح بريئة. نزلت من التاكسي واجت باتجاه الشركة وهي مدنقة راسها. نزلت من التاكسي ولا تباوع على احد. من هي؟ فاطمة. نزلت من التاكسي انطيت الفلوس، شفت احد لابس رسمي بس بسرعة دنقت عيوني لان مستحيل اخلي عيوني بعيون زلمة. عبرته وفجأة احس ايد صارت على كتفي، وقفت وشهقت مصدومة من درة عيني شفت. وانتهى البارت الثاني. اتوقع راح تتعارك ويا او ليث راح يتعارك ويا رائد، لان هاي فاطمة بنت ليث اكيد، يعني ما تقبل غلط، ما تقبل غلط. طبعا انا انزل هاي القصة او نزلت هاي القصة حتى ادعم صاحبة القصة، فهمت شلون؟ فدعما لصاحبة القصة ممكن انه ما اكمل البارتات الجاية، فاسم القصة ضلع الناهض. طيب اي واحد عنده واتباد روحوا لها وكملوها هناك. اذا ما نزلت البارتات اريج آل حسين، اريج آل حسين، ضلع الناهض الكاتبة اريج آل حسين فروحوا لها بحسابها على الواتباد. ها قلت راح الحذر اي على ذاك البرنامج مال القصص، وتستاهل كملوها. وبالاخير حسب ما قالت الكاتبة انه صدمة مو طبيعية، صدمة مو طبيعية. ليش شنو علما ما ادري صراحة، انا ما ادري. طيب فدعما الها ما اعتقد راح اكمل. فانت اللي جاي تشوفني باليوتيوب او مجرد دعم هذا للكاتبات الجدد وبس، وشكرا. شكرا لأن كملت المقطع.